بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. لا تؤخذ الأمور في الظاهر مطلقا، وتؤخذ الأدلة بالقطعية الحتمية، ولكن لا تطبق الأحكام على ظاهرها ما لم ينظر في المسوغات وما لم ينظر في الموانع، وإلا لكفر ذلك الصحابي الجليل حاطب ابن أبي بلتعة. ما قصة هذا الصحابي الجليل؟ في يوم من الأيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في المدينة: لا تخبروا أحدا بأني أريد أن أذهب إلى مكة، وأوصى الجميع بأن لا يخبر أحدا أنه سيذهب إلى مكة. فأخذ حاطب ابن أبي بلتعة وكتب كتابا وأعطاه لامرأة تدعى سارة. كانت هذه سارة قد أتت إلى المدينة وهي مشركة، تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالها وفقرها وقلة حيلتها وقلة ذات يدها. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بني هاشم أن يتبرعوا لها، فتبرعوا لها وأخذت هذا المال وأرادت أن ترجع إلى مكة. فأعطاها حاطب ابن أبي بلتعة هذا الكتاب يخبر به قريش بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم إلى مكة. فأوحى الله جل جلاله إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن كتب هذا الكتاب. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحابة، أمر إلى مقداد والزبير وإلى علي بن أبي طالب وغيره من الفرسان ليذهبوا بهذه المرأة. فلما وصلوا إليها قالوا لها: أيتينا بالكتاب، فأنكرت. فقال لها علي: قال: والله ما كذبنا وما كذبنا، وما ينطق رسولنا عن الهوى، ما كذبنا وما كذبنا وما ينطق رسولنا عن الهوى، وما نريد أن نتهمك في شيء ليس بك، ائتينا الكتاب وإلا خلعنا الثياب. فلما رأت أن الأمر وصل إلى نهايته أخرجت هذا الكتاب، فأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا برسول الله يفتح هذا الكتاب فوجد أنه من حاطب ابن أبي بلتعة، وأنه كتب إلى قريش يخبرهم بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل طبق حكما بشكل مباشر؟ لا والله. انظر إلى التريث، انظر إلى الحكمة. نادى إلى حاطب ابن أبي بلتعة وقال له: ما حملك على ما فعلت؟ ما حملك على ما صنعت؟ ما قال صلى الله عليه وسلم أنك فعلت كذا وكذا واتهمه بشكل مباشر وطبق عليه حكما، لا والله. قال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: رويدك يا رسول الله، فوالله ما كفرت بك بعد أن آمنت، وما ارتددت عن الإسلام بعد أن أسلمت، وما بغضتك بعد أن أحببتك، وما خذلتك بعد أن نصرتك. الله أكبر. قال: ولكن يا رسول الله، إن لي قوما ضعفاء في مكة، وإني أردت أن يكون لهم شأنا فأرسلت لهم الكتاب حتى يكون لهم ذات اليد. فنطق عمر الفاروق رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أمرني حتى أقطع عنق هذا المنافق. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. الله أكبر. رغم أن حاطب ابن أبي بلتعة فعل ناقضا من نواقض الإسلام، وهو أنه أعان المشركين على مسلمين، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطلق عليه الحكم ونظر في مسوغاته وفي موانعه، ونزلت بعدها سورة الممتحنة. فكان صلى الله عليه وسلم ذا حكمة وذا ترو، وينظر في الأمر ومسوغاته. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.